السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل كيكة بالموز والكراميل، هنعملها خطوة بخطوة وبكل سهولة، وبالتين بس عملنا الكيكة الجميلة دي. شايفين بقى جمال الكيكة؟ طعم وريحة روعة. فعلا أتمنى تجربوها بنفس الطريقة. وقبل ما نبدأ الطريقة ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ده يوصلكم كل جديد. يلا بينا على الطريقة. بسم الله. كوباية سكر بالكوب المعياري هنحطها كده في الطاسة تكرمل، مش هاجي جنبها خالص لما تديني اللون العسلي كده. اتكرملت معايا، هقلب بقى كده لحد السكر كله ما يتكرمل كده ويبقى اللون العسلي الغامق بالشكل ده كده. بستمر في التقليب لحد ما كله يبقى لون واحد بالطريقة دي كده. بعد السكر ما تكرمل كده واخد لون واحد، هضيف معلقة كبيرة زبدة. الزبدة دي بتدي طعم حلو قوي للكراميل وريحتها جميلة. وبستمر برضو كده في التقليب لحد الزبدة ما تندمج مع الكراميل. كده الكراميل جاهز. هجيب صينية تيفال او جرانيت عشان هي متلزقش فيها الكيكة، وافضي بقى الكراميل كده بالشكل ده واوزعها كده على الصينية كلها. هجيب بقى 4 صوابع موز واقشرهم واقطعهم كده حلقات بالشكل ده كده. جربوا بقى الكيكة بالموز دي، روعة، طعمها فعلا روعة، حلوة جدا بعد فطار رمضان، وحلوة جدا برضو في المناسبات او العزومات. وهقطع الموز بالشكل ده كده حلقات، وهوزع الموز فوق الكراميل بالشكل ده كده واسويه كده. الطبقة دي جميلة جدا وريحتها جميلة جدا مع الكراميل. حاملة بقى الصينية كلها كده من الموز اللي انا مقطعاه بالطريقة دي. مفيد جدا الكيكة دي لأطفالك، حلوة جدا بالموز والكراميل، والكيكة طبعا جميلة جدا. وزعت الموز كله بالطريقة دي. شايفين بقى الجمال؟ هنعمل الكيكة. هنجيب بيضتين وحطهم كده في بولة، ومعلقة صغيرة خل عشان زفرة البيض، وباكو فانيليا، ونص كوباية سكر. جربوا بقى الكيكة دي جميلة جدا. وبقلب كده السكر مع البيض، وممكن نضرب البيض والسكر والخليط دوت بالخلاط. هنضيف نص كوباية حليب، واستمر كده في التقليب بالمضرب اليدوي والسلك بالطريقة دي كده. وهضيف نص كوباية زيت واستمر برضو في التقليب لحد المكونات كلها تندمج مع بعض. هجيب بقى الهاند بريندر واشغل بقى الهاند بريندر كده لحد السكر ما يدوب تماما مع المكونات دي كلها، ونتأكد ان السكر داب بالشكل ده ويديني القوام الكيكة سائل بالطريقة دي كده. كده بقى جاهز القوام بتاع الكيكة. هضيف بقى كوبايتين دقيق هنخلهم الأول قبل ما أحطهم على المكونات. دي أول كوباية، دي تاني كوباية هنخلهم كده. هضيف بقى معلقة كبيرة بيكنج باودر، وانخل البيكنج باودر مع الدقيق بالشكل ده كده. وهضيف الدقيق مع المكونات الخليط السائلة بالطريقة دي واقلبهم بقى كويس جدا كده. مقاديري 100 مظبوطة، مش هزود ولا هنقص اي حاجة. وهقلبهم كده لحد المكونات كلها تندمج مع بعض بالشكل ده. شايفين بقى قوام الكيكة بدأ يلم معايا اهو. بعد بقى ما قلبت الكيكة كده تبقى مقاديري ناجحة 100%. شايفين بقى سائل قوام الكيكة مظبوط ازاي. هضيفها بقى كده فوق الموز بالشكل ده كده. شايفين بقى قوام الكيكة مظبوط ازاي، ولا تقيل ولا خفيف كده. مقاديري 100. هسوي بقى الصينية بالشكل ده كده. قبل بقى ما ندخلها الفرن نكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180، وهبدها هبدتين كده. ادخلها في الرف الوسطاني كده تقعد نص ساعة او ساعة الا ربع حسب الفرن بتاعك. واول ما تطلع بقى ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ نقلب بقى الصينية. شايفين بقى الحلاوة والجمال. اتمنى تجربوها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، وانا واثقة 100% ان هي هتعجبكم ان شاء الله. وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. ولو حضراتكم استفدتوا من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. ايه رأيكم بقى في الكيكة الجميلة دي؟ سهلة بقى ولا مش سهلة؟ وطعمها طبعا احلى واحلى. يلا نقطع بقى قطعة من الكيكة الجميلة دي. شايفين بقى الجمال؟ ايه رأيكم بقى؟ ريحتها وطعمها روعة فعلا. لو اول مرة تشاهدوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا ندوق بقى قطعة. اتفضلوا بقى معايا يا حبايبي. جميلة جدا وفعلا تستحق التجربة، وطعمها لذيذ فعلا. اتمنى تجربوها بنفس الخطوات وتمشوا على الخطوات بالظبط عشان تطلع معاكم الكيكة الجميلة دي مظبوطة. وده بقى الشكل النهائي للكيكة الجميلة دي. وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا عليكم يا حبايبي.